ازيكم كل المتابعين؟ يا رب دايما في صحة وخير. الطحينة متعودين نجيبها من بره، مفكرناش نعملها في البيت، مع ان طريقتها سهلة جدا وهتديكي طعم احلى من اللي بتجيبيها من بره بكتير. تعالوا نسمي بسم الله ونشوف الطريقة والمقادير والنتيجة هتطلع معانا ازاي. في الاول كده هنحتاج كوباية من السمسم المحمص، هنحط معاهم كوباية من الفول السوداني، ومعاهم كوباية من السمسم الني، وكوباية من الدقيق. دول مكونات الطحينة اللي احنا هنعمل بيهم بجد طحينة طعمها حلو قوي. هنحطهم الاول يتحمصوا على النار، وانا مش عايزاهم يتحمصوا معايا جامد، انا يا دوبك بس هخلطهم مع بعض كده واحطهم على النار، اشيل منهم الرطوبة ويسخنوا معايا بدرجة ان انا احط ايدي عليهم استحمل درجة الحرارة. انا مش عايزاهم يتحمصوا زيادة عن اللزوم، هم يا دوبك بس هيسخنوا معايا، هطلع منهم الرطوبة زي ما انتوا شايفين كده، هلمسهم بايدي هستحمل درجة الحرارة بتاعتهم، هو ده اللي انا عايزاه. بعد كده هجيب الخليط ده كله وهنبتدي نضربه في مطحنة التوابل، ده الافضل لان هتديكي هتخلي الطحينة معاكي انعم بكتير. بس عشان الكمية كانت كبيرة انا حطيتها كلها في محضر الطعام ده وادتني برضو نتيجة حلوة جدا. بس لو هتعمليها في مطحنة التوابل هتخلي معاكي الطحينة انعم بكتير، بس الطعم هو. هنبتدي بقى نضرب في الخليط ده كله كويس جدا لحد ما ينعم معايا خالص، وبياخد تقريبا 10 دقايق ضرب او اكتر. هتفضلي معاه لحد ما توصلي لدرجة النعومة اللي انا هوريها لك دي. هيبقى ناعم جدا، هيبقى عامل كده زي الرملة المبلولة، يعني هتمسكيه يتلم في ايدك زي ما انتوا شايفين، هتمسكيه يتلم في ايديكي وبيتفرول زي الرملة معاكي كده المبلولة. هو ده الخلط والطحن اللي انت لازم توصلي ليه كل الخليط عشان الطحينة تطلع معاكي ناجحة وما تفصلش بعد كده. بعد كده هنجيب الخلاط او هنجيب محضر الطعام وننزل فيه بقى الخليط اللي احنا ضربناه كويس، وننزل عليه تقريبا بنص كوباية من الزيت. الخليط دوت اللي احنا عملناه خد معايا من كوباية لكوباية ونص زيت. هنفضل ننزل كده، انا نزلته في الميكس الكبير ده عشان ياخد الكمية كلها مرة واحدة ويتضرب معايا كويس. انا كنت خلطت عليه الزيت وهنزله يتضرب تقريبا 5 دقايق بالكتير، هتلاقي طلع معاكي نتيجة الطحينة في منتهى الجمال بجد. هو الموضوع ما بياخدش الا الوقت بس بتاع الضرب، ان انت تنعمي المكونات كويس، لكن بعد كده الموضوع بيبقى سهل جدا وبيديكي طعم احلى من اللي بره بكتير. وانا هوريكي دلوقتي سلطة الطحينة هنعملها، طعمها طالع جميل جدا وما شاء الله. هو لسه سخنة معانا، يعني هي لما تبرد قوامها هيتقل اكتر من كده كمان، يعني هي كده الطحينة لسه مضروبة وسخنة معانا، ولما تبرد كمان الطعم هيبقى احلى والقوام هيبقى اتقل. بصوا هنا احنا خدت شوية كده وبجرب بيهم سلطة الطحينة، ما شاء الله طالع قوامها جميل جدا وطعمها بجد تحفة، طعمها حلو قوي. مش هتبطلي تعمليها في البيت. يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. مع السلامة.